اليوم غادي نوجدوا هاد الدانون هذا اللي ب 6 دراهم ونص، كنشريوه بجوج ب 13 درهم. هنايا غادي نحتاجوا غير نص لتر ديال الحليب وكاس ديال دانون واحد، يعني ديال الياغورت. هنايا غادي نديروا داك الحليب يفيض، ممكن اضافه السكر وممكن الاستغناء عليه. السكر كنديروا 80 غرام مع علبه ديال الياغورت. انايا درت غير طوبه ديال السكر جاتني كافيه، حيت مازال غندير الكونفيتور لتحت. هنايا الحليب كنديرو يفيض وما تخليوش يوصل حتى لدرجه الغليان. كنصفيه ضروري باش ما يبقاوش ليا ديك الشوائب. كنخليوه يبرد وكنعرفوه برد فاش كنديرو صبعنا في الحليب، وكنحسبو حتى ل 15 وما كنتحرقوش. ديك الساعه كناخذو منه واحد الجزء كنخلطوه مع داك دانون والسكر حتى كيذوب داك السكر مزيان. من بعد كنعاودو نردو كلشي في الحليب هو نيت، وكنحاولوا نستعملوا ملعقه خشبيه. كنخلطوا الكل جيدا. هنايا الكويسات كنعمروهم بالكونفيتور، واحد جوج معلقات في كل حاجه، وكنقلبوا هاد الحليب في واحد القنينه اللي تكون عندها الفيم باش اولا ما نزلعوش بارتو، وثانيا نيفيتيو واحد الفقاعات كيكونوا كيديرهم داك الحليب من الفوق اولا داك دانون من الفوق فاش زعما تيطيب. هنايا غادي نشدوهم، غادي نسدوهم، يعني اللي عندها الغلاقه راه غنسدوها. اللي فهاد الحكيكات هادو غادي نديروا لهم الفيلم اليمونتير، وغنوجدوا الاناء اللي كيدخل الفرن نديروا فيه الماء غليان، وكنوجدوا الفران كنسخنوه على درجه 40 ما بين 40 و 50، وكنخليوه 30 دقيقه بالضبط. كنخليوه في الفران 4 سوايع بلا ما كنحلوش كاع الفران، ما كنقربوش ليه. بعد مرور هذيك 4 ديال السوايع كنمسحوا دوك الكويسات ديالنا وكندخلوهم للثلاجه مده ساعتين على الاقل. وعلى فكره اللي ما بغاش يديرهم في الفران ممكن ما يديرهمش ويديرهم في الكوكوط ويسد عليهم مزيان ويعاود يغطيها بشي مانطا ويخليهم دو كوتي، راه نفس التاثير ديال الفران. هنا غادي تشوفوا معايا النتيجه، نتيجه مضمونه 100%. نتوما كتشوفوا بالخصوص الا هزيتو ديك لافريز راه كيجي كانه هو. وهنايا بلاصه ما نشريو 5 الحكيكات ب 32 درهم ونص غيتقاموا علينا ب 6 درهم ونص فقط. نتمنى يعجبكم الوصفه وتجربوها عندكم في الدار. الى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله. ما تبخلوش باللايكات والاشتراكات ولايك لايك لايك.